ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. طبعا ده تالت فيديو من ساعة ما رجعت هنا على القناة ان انا انزل فيديوهات وكده، فلايك وسبسكرايب بقى تشجيع ليا عشان اكمل انزل فلاتر تاني وارجع زي الاول او احسن كمان. ده طموحي يعني. فقبل ما نبدأ بقى ونخش في حوار الفلتر والدنيا دي كلها، عايز اقولك ان دي قناتي على التليجرام. لو ما تعرفش هتلاقي رابط تحت في الديسكريبشن، رابط القناة التليجرام، فهتخش هتلاقي فلاتر كتير جدا تقدر تنزلها. يعني فلاتر بنزلها بقالي سنين، تقريبا بقالهم سنتين او حاجة زي كده قناة التليجرام دي يعني. فهتلاقي فلاتر كتير جدا تقدر ان انت تستخدمهم. يعني طبعا الطريقة ان انت بتخش على بتحفظ الرقم ده اللي هو الرقم بتاع الفلتر، وبعد كده بتروح على لايت روم اللي هو البوت بتاع لايت روم وبتضغط عليه ضغطة كده، وبعد كده بقى بتقوم داخل وكاتب الباسورد اللي هو بتاع الفلتر. بص، هو ممكن تكون طريقة متعبة شوية بالنسبة لك او كده. لو هي طريقة متعبة وكده قول لي عشان ارجع ان انا انزلها عادي على التليجرام كده، اللي هو ابعت لك الفلتر على التليجرام وانت تاخده على طول. بس انا عملت كده عشان في ناس بتاخد في الفلاتر وكده بتنشرها عندها بدون اي مجهود. يعني بتاخد الفلتر بتنسخ الفلاتر دي كلها، بتعمل لها تحويل وتاخدها على قنواتهم. يعني بينزلوا الوفات الفلاتر في يوم، فاهمني؟ فده مجهود بتاع شهر او شهرين هما بياخدوه في يوم. لو الطريقة صعبة او كده، او انت مش عارف تجيب بيها الفلاتر قولي على طول، وانا سيبني بقى من كلام ان هما ياخدوه مفيش مشكلة. بس اهم حاجة تكون انت تعرف توصل الفلتر بسهولة من غير اي حاجة. تعالى بقى نخش على الفلتر ونشرح الدنيا دي عاملة ايه. ده الفلتر، واكيد انت شفت الصورة مصغرة من بره، يعني مش لازم اقعد اتكلم عليه وكده. تعالى بقى نشوف الصورة قبل والصورة بعد. تمام. طبعا في ناس هتقول لك مثلا ايه، الصورة قبل احلى او الحاجات دي، كلام بسمعه كتير يعني. بس انا شايف ان المود الدارك ده احلى بكتير من ده. في ناس برضو ممكن تحب ده، فاهمني؟ فانا بس بجيب صورة ان انا بجرب لك عليها الفلتر بس، مش اكتر. مش هدفي ان هي تكون دي احلى من دي او دي اجمد من دي او الكلام ده كله. تمام. انا كل اللي انا بعمله بجيب صورة بجرب لك عليها الفلتر. طالما الفلتر شايف ان هو تمام، مفيش باكسل مفيش الدنيا دي كلها، يبقى ده شغل تمام. انا مش بستعرض صور او الدنيا دي كلها. يا رب تكون فهمتني. تعال بقى نخش على اللايت، ودي اعدادات بتاعه اللايت. تمام. انا طبعا ما عملتش اي حاجه في الاكسبوجر والكونتراست. تمام. انا عملت في الكيرفات. عندك هنا الكيرف الابيض والكيرف الاحمر والاخضر، انا ما عملتش فيهم اي حاجه. وعندك هنا الكيرف الازرق. تمام. تمام. طبعا الفلتر هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. انا بس بعمل فيديو ليه؟ عشان اشرح لك شويه حاجات كده عن الفلتر. لو الفلتر ما ظبطش معاك، معلش، تقدر ان انت تظبطهم لوحدك من غير ما تكتب لي كومنت او كده، والدنيا ان الدنيا باظت معاك والكلام ده كله، تعرف تتصرف بسرعه. فاهمني؟ آه اول حاجه ممكن تلاقي الفلتر معاك اللي هو حد قوي كده. تمام. هتروح هنا بس على افكتس وهتقلل ده شوية على حسب ما انت عايز، فاهمني؟ هتقلله حاجة بسيطة. وعندك الحاجة التانية هي اللون البرتقاني. تمام. عندك اللون البرتقاني احتمال يكون عالي على حسب بقى صورتك وعلى حسب البشرة، لون البشرة اللي في الصورة وكده، لان انا ما اقدرش اتحكم في الحاجات دي بالذات في الفلاتر الغامقة. تمام. عندك ممكن تلاقيها كده. ده طبيعي على فكرة، ده حسب كل واحد او حسب بشرة الشخص اللي في الصورة ده عاملة ازاي. كل الحوار بس اللي هي لو لقيتها زيادة هتقللها اكتر، فاهمني؟ يعني كل لو لقيتها زيادة جاية كده مثلا، اكيد مش هتلاقي السلايدر ده هنا، هو انت هتلاقيه هنا وكل حاجة. بس الحوار ان ممكن يكون لون البشرة زيادة في الصورة الطبيعية، فالفلتر ما عرفش يتحكم فيه ويخليه نفس لون البشرة دي. تمام. ممكن تلاقيه كده مثلا فانت عايزه كده. كل اللي هتعمله ان انت هتقلل بس شوية. هو كل ده على حسب صورتك وعلى حسب تون البشرة اللي في الصورة يعني. تمام. يا رب تكون فاهمني. وتالت حاجة بقى هي هتروح عند اللايت دي كده. تمام. عندك هنا الوايت. تمام. انا مقلل الوايت خالص عشان الصورة بطبعها غامقة. فكل الحوار ان انت لو لقيت الوايت غامق قوي او اللي هو بص، لو لاحظت معايا شوف الاضاءة بتعلى، صح؟ تمام. كده الاضاءة بتوطى. انا عايز المود ده، انا حابب المود ده. انت طبعا لو حابب المود ده مفيش مشكلة، اللي هو براحتك على حسب انت عايز ايه.
فانت لو لقيتها بس اللي هي فاتحة غامقة قوي مثلا، اللي هو اغمق من كده بكتير، ممكن انت بس تقلل ده شوية والصورة هتظبط معاك على طول. وبس كده، هو ده الحوار وده الفلتر، ويا رب يكون عجبك. والباسورد بقى هتخش على الرابط اللي تحت الفلتر اللي تحت الفيديو، اسف، وهتكتب هتخش على الرابط. بعد ما تخش هيجيلك داونلود وكده، تمام. بتستنى تقريبا 10 ثواني او كده، دي طبيعة الموقع يعني. وبتضغط على داونلود، تمام. بعد ما بتضغط داونلود بيجيلك يقولك باسورد وكده والدنيا دي، حاجة طبيعية خالص. انا اللي بقولك الباسورد وانت بتخش تكتبه، مش عشان احفظ الفيديو او الدنيا دي كلها، لا والله. انا بعمل بس الفلتر، الفلتر بباسورد وكده، عشان بس الناس اللي بتخش تقول لي في شخص واخد الفلتر ومش عارف ايه والدنيا دي كلها، تمام. كل الحوار ان انت هتروح تكتب تحت 1000 بس، هو 1 3 أصفار، وهتحمل فلتر بصيغة DNG بس، مش اكتر. سامحني لو الموضوع ده مزعلك مني. فبس كده، كده الفيديو بتاع النهاردة خلص، واشوفك بقى في فيديو جديد، واحتمال يكون فيديو كل يوم. ف خايف تزهق مني بصراحة. فبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.